تفتكروا ايه اكتر مدينة هتشدكم؟ هل هي مكة وشعور الرهبة اللي بيجيلك اول ما تدخلها وتشوف الكعبة، ولا الطائف وجوها الرايق وريحة هواها الحلو، ولا المدينة وشعور السكينة والهدوء اللي يطمنك اول ما تدخلها؟ الرحلة دي مش مجرد سفر، دي تجربة هنربط فيها تاريخنا بحاضرنا، وهتعيشوا معايا تفاصيلها الحلوة خطوة بخطوة. يلا بينا نبدأ الرحلة ونكتشف سوا. مكة هي البداية، مش بداية الإسلام، دي بداية البشرية كلها. بعد ما سيدنا آدم وأمنا حواء نزلوا من الجنة للأرض، سيدنا آدم عليه السلام نزل في الهند، وأمنا حواء نزلت في جدة في السعودية. المسافة بين الهند وجدة حوالي 4000 كيلو. انت متخيل سيدنا آدم عليه السلام مشي قد ايه عشان يوصل لأمنا حواء؟ أمنا حواء مشيت من جدة لحد جبل الرحمة في مكة، مسافة حوالي 160 كيلو. سيدنا آدم جه من الهند لحد مكة لحد جبل الرحمة حوالي 3800 كيلو. ياخدوا لهم قد ايه مشي دول؟ اتقابلوا فين؟ على جبل الرحمة. جبل الرحمة اللي سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء اتقابلوا عليه، وعشان كده سمي بجبل عرفات. الجبل الهادي ده هو ده. لكن في الموسم اللي بنكمل بيه ركن من أكتر الأركان روحانية في ديننا، الحج. من أجمل القصص اللي ذكر فيها جبل عرفة لما واحد من اليهود راح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة. يا رب يرزقنا جميعا بحج قريب مقبول، قولوا آمين. ونروح لجبل النور، بداية الوحي واتصال الأرض بالسماء. هنا جه سيدنا جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب يجي غار حراء ترفعا منه عن حياة الجاهلية والخمور والحفلات والأصنام. فجاله سيدنا جبريل وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ 3 مرات، لحد ما قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا بدأ الوحي وبدأت القصة. تخيل أكتر مكان بتحبه في حياتك، لو رحته 2 3 أكيد هتزهق منه وممكن ما تحبش تروحه تاني، إلا مكان واحد بس لو رحته 100 مرة هتفضل بتحبه وهيفضل يوحشك ومش هتزهق منه، وهتتمنى تفضل فيه طول حياتك بسبب الفضل اللي فيه والشعور اللي بيجيلك وانت في المكان ده. الكعبة. قدام الكعبة بتحس انك واقف في اهدى مكان في الدنيا، بتحس انك مع ربنا وبس. كل دعوة هنا بتطلع من القلب بجد، وبتحس انها بتتسمع من اول مرة من غير ترتيب، من غير كلام كبير، من غير حتى ما تفكر بتقول ايه. لما تمشي في صحن الحرم وتسمع دعوات الناس من كل بلد، بتحس ان القلوب هناك شبه بعض، كلنا تايهين، كلنا شايلين هم، وكلنا جايين ندور على نفس الحاجة: السكينة والهدوء والراحة. والغريب ان كل المشاعر دي بتلاقيها بمجرد ما بتشوف الكعبة. الطواف حواليها بيعلمك حاجة من غير ما حد يقولها، انك مهما لفيت هترجع لنفس النقطة، وكأن ربنا بيقولك ارجع لي،
كل الطرق هترجعك ليا. اللحظة دي مش مجرد زيارة، دي بداية لرحلة جديدة ونظرة عن الحياة مختلفة وعلاقة أقرب مع ربنا. واللي بيروح هناك عمره ما بيرجع زي ما راح، بيرجع أهدى وأقوى وأقرب. عايز أقول حديث مهم جدا عن فضل الصلاة في المسجد الحرام، وإنها أفضل من 100,000 صلاة فيما سواها. فلما تيجي هنا كتر من الصلاة وكتر من القيام وما تفوتش الفضل ده. يا رب ارزقنا جميعا بزيارة قريبة لبيتك الحرام. قولوا أمين. بعد ما اشتد أذى أهل مكة للرسول صلى الله عليه وسلم، قرر يروح الطائف يمكن يلاقي اللي يسمعه ويقبل دعوته. لكن اللي شافه الرسول صلى الله عليه وسلم كان أصعب بكتير مما توقع. أهل الطائف رفضوا دعوته، ومش بس كده، دول رموه بالحجارة لحد ما قدمه الشريفة سال منها الدم. وفي اللحظة دي وقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكسور ومتألم، وقال الدعاء اللي يمس القلب: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف، أم جاله سيدنا جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال برسالة من الله عشان يرضيه، وقال له: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. الأخشبين دول جبلين في مكة بيطلوا على الجهة الشرقية من الحرم. الأول اسمه أبي قبيس، والتاني اسمه قعيقعان. رد الرسول صلى الله عليه وسلم على سيدنا جبريل بحلمه ورحمته الواسعة، وقال: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وقد كان استجاب الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم، ودخل أهل الطائف كلهم في الإسلام. النهاردة الطائف مدينة إسلامية بالكامل، وبقت من أجمل مدن السعودية. الطائف مرتفعة عن البحر حوالي 2000 متر، يعني 2 كيلو، وجوها من أحسن أجواء السعودية. يعني تكون في مكة درجة الحرارة 50، تيجي الطائف هنا تلاقي درجة الحرارة 20. هنا في الطائف هتلاقي الخضرة ومزارع الرمان والورد الطائفي والهواء اللي كفيل يعدل مزاجك بالكامل. ودلوقتي أسيبكم مع شوية لقطات حلوة من الطائف تعيشوا جواها الجميل وتعرفوا قد إيه المكان ده جميل ومميز. بعد اضطهاد قريش للمسلمين في مكة ونيتهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، قرر يهاجر من مكة للمدينة
بتكليف إلهي عشان يقدر يكمل دعوته للإسلام بحرية أكبر، وخصوصا إن أهل يثرب أو المدينة المنورة حاليا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في العقبة وتعهدوا بحمايته ونصرته. يلا بينا سريعا نروح لأماكن تاريخية مربوطة معانا بأحداث كبيرة ومهمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في تاريخنا الإسلامي. أول قرار للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة كان بناء مسجد، والقرار ده كان مهم جدا لإقامة الجماعة ولتنظيم المجتمع في المدينة ولتجميع المسلمين حوالين مركز ثابت. مسجد قباء هو أول مسجد اتبنى في الإسلام. ما تنساش أول ما تيجي المدينة تتوضى في بيتك وتصلي ركعتين في مسجد قباء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم صلى فيه ركعتين كانت له كأجر عمره. وهنا نروح لمسجد القبلتين اللي بناه بنو سلمة في السنة الثانية من الهجرة، وكانت القبلة قبل السنة الثانية هي المسجد الأقصى في القدس. وفي يوم 15 شعبان من السنة الثانية من الهجرة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيؤم الناس في مسجد بني سلمة، نزل عليه الوحي بتغيير القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، يعني الكعبة بمكة. فبدون ما يوقف الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة، استدار ناحية الكعبة واتبعوا كل الصحابة اللي كانوا وراه. فجزء من الصلاة كان ناحية القدس وجزء تاني كان ناحية مكة، ومن هنا اتسمى مسجد بني سلمة بمسجد القبلتين. هنا جبل الرماة. هنا كانت غزوة أحد لما اختار الرسول صلى الله عليه وسلم 50 من أفضل الرماة يكونوا فوق الجبل، وكانت التعليمات إنهم ما ينزلوش من على الجبل مهما حصل. أول ما بدأ النصر يظهر للمسلمين في بداية المعركة وبدأ الكفار يهربوا، نزل جزء كبير من الرماة من على الجبل عشان يجمعوا الغنائم. شافهم خالد بن الوليد قبل إسلامه، قام لافف بالجيش من ورا الجبل واختار موقع فاضي اخترق منه جيش المسلمين، واتقلبت المعركة لصالح الكفار. اتهزم المسلمين في غزوة أحد واستشهد عدد كبير من الصحابة وبينهم حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن دي ما كانتش النهاية، ده كان درس قوي للمسلمين في ضرورة طاعة الله ورسوله. بعد الهزيمة دي النبي صلى الله عليه وسلم لم الناس ورجعوا أقوى في غزوة الخندق وحنين وغيرها. يلا بينا نطلع على جبل الرماة ونشوفه من فوق. وهنا نروح للمكان المحبب لقلبي ولقلبك، المكان اللي فيه أشرف وأطهر الخلق، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي الشريف. أول ما تدخل ساحة المسجد النبوي بتحس بسلام وأمان مش طبيعي. أنت متخيل إنك بينك وبين حبيبك أمتار قليلة؟
حبيبك اللي ربنا جعله سبب في انك تكون سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة بإذن الله. حبيبك اللي اتكلم عنك من أكتر من 1400 سنة وكان وحشه لقائك. جه في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أننا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. كان نفسه يشوفك. نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم. هنا بتدخل للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجنبه الصحابة الكرام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا قدامك خاتم الأنبياء واتنين من المبشرين بالجنة. سعادة ورهبة وشعور لا يوصف. كل اللي بيجي في بالك ساعتها إنك تكون معاهم وبس، مش عايز حاجة تانية. اللهم ارزقنا زيارة لهذا المكان المبارك مرات عديدة، وارزقنا شربة هنيئة من يد نبيك صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. وما تنساش إن الصلاة في المسجد النبوي ب1000 صلاة فيما سواها باستثناء المسجد الحرام، فكتر من الصلاة هنا والله يكتب لك الأجر. طبعا الغرض من الفيديو مش المقارنة بين الثلاث بلاد دي، لكن ربنا وفقني اني اروح الرحلة دي وحبيت اني اشاركها معاكم لسببين. السبب الاول هو رسالة للي لسه ما جاش عمرة او زيارة: اوعى تحط في بالك ان العائق المادي هيمنعك من الرحلة دي، انه يودعي ان ربنا يوفقك ليها. والله قادر على كل شيء، قادر يسخر لك المادة وقادر يسخر لك الكون كله. ياما شفنا ناس كانت الاسباب عندهم صفر لكن اتوفقوا العمرة والحج كمان. خلي يقينك على الله وهتشوف النتيجة. والسبب التاني اللي خلاني صورت الرحلة دي ان اللي بيشوف الاماكن دي بيفرح، وانا حبيت ان افرحكم وادخل السرور على قلوبكم. ومش هيكون عندي مانع طبعا لو حبيتوا تدخلوا السرور على قلبي وتعملوا اعجاب وتنشروا الفيديو. شكرا ليكم واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.